ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني الحبه الصغيرين دول. بصوا. عايزه بس فيديو بسيط كده سريع. بس عشان ايه ما تقعش حاجه عليا. اعمل لكم انا ممكن صورتي ما تجيش، مش مشكله بقى. المهم دلوقتي عايزه اعمل لكم الشامبو اللي هو لو انت عندك قشره في الشتاء والكلام ده. شامبو ما بيخيبش معايا جد خالص. ممتاز. بيخلي الشعر ما فيهوش قشره. لو انت عندك قشره جامده او خفيفه هقول لك بقى تستعمليه ازاي. بصوا انا عاملاه اهو، انا اوريدي عاملاه قدامك اهو، تمام. والله عاملاه يعني. بس قلت اعمل لكم بقى تاني جديد عشان ايه تبقوا تشوفوا الطريقه وتشوفوا النسب وكده. خليه بقى هنا كده. انت محتاجه ازازه فاضيه، ومحتاجه اي شامبو فيه سلفات. ما تعمليش بشامبو اللي هو خالي من السلفات والبرابين والكلام ده، لا انت محتاجه بقى شامبو اللي هو بنقول عليه بقى ايه ما تدخلوش بيتك والكلام ده. مضطرين نستعمله في الخلطه دي بالذات. انا جايبه لوريال، يعني ايه اللي هو احسن الوحشين يعني. خلاص. وخل، اهم حاجه الخل. حد يقول لي بقى ايه خلي ايه ومش خلي ايه، خليكم بس للاخر كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. بصوا. والله هو بيقول لك خلي تفاح عندك، تمام. عندك خل العادي ده اللي هو انا هستعمله عادي، انا عامله ده بخل عادي. اوكي. يلا. بص. طبعا نسيت اجيب الميه كالعاده. الميه. طيب دقيقه واحده اجيب الميه واجي. اوكي. بصوا يا حلوين، رجعنا تاني اهو. رجعت لكم تاني. بصوا. هاتوا بس ده عشان ما تقعش حاجه عليا. اول حاجه تعالوا هنبدا الاول بالنسب بتاعه الشامبو والخل، عشان ايه ما تقعدوش تقولوا لو حطيت الميه في الاول مش هتاخدوا بالكم قوي. بصوا يا جماعه. خلي بالك بس عشان ما توقعيش ايه بره. انا هعمل كميه مش كبيره قوي لان كده كده انا اوريدي عندي. مش بستعمله كتير فعشان كده بيغيب يعني، فانا هقول لكم مش بستعمله كتير ليه دلوقتي. بصوا. شفتوا كميه الشامبو قد ايه؟ اتعدل بقى انت كمان. بصوا. بصوا كميه الشامبو قد ايه. يا جماعه والنبي خلي بالكم من النسب، لان انا في هيالورونيك اسيد الغلابه. كنت حاطه البوتل اللي عندي كبيره قوي. فكنت حاطه فيتامين اي كتير، ففي حد استغرب ان فيتامين اي كتير والكلام ده. خلي بالكم ان من حجم الازازه بتاعتي، وقارنوها بالازازه بتاعتكم، تمام، او اي بوتل عنده. انا بالنسبه لي اهو شويه شامبو في اخرها اهو زي ما انتم شايفين. طيب احط خل قد ايه؟ خلي بالكم يا جماعه ما تكتروش من الخل قوي بدل ما يجيب نتيجه عكسيه وهتزهقوا بقى. هقول لكم برده بس ايه. عايزه اركز بس في النسب. بس. بصوا يا جماعه. الخل قد الشامبو. الخل قد الشامبو، تمام. ما تكتروش يا جماعه والنبي عشان ما ترجعوش ايه تقعدوا تدعوا عليا. وبعدها كده بقى هنزود ميه. مش ه... مش حامله الازازه قوي بس عشان اعرف ايه ارجها يعني. بصوا يا جماعه. الشامبو على فكره متجمد شويه عشان احنا في الشتاء. بصوا. بصوا لسه متجمد تحت اهو. خلاص. ده احلى شامبو قشره فيكي يا مصر، يا دنيا، في الدنيا كلها هو ده. هو ده. والله ما في حاجه جابت معايا نتيجه اللي هو بصراحه انا ما عنديش قشره اللي هي مرضيه، ولا قشره اللي هي بتبقى تخينه دي، ولا قشره كتيره، ولا الكلام ده. لا ما عنديش الكلام ده بصراحه. بس بتبقى مثلا ايه القشره العاديه اللي هي عامله زي البودر كده، يعني ايه تحسي انها زي بودره كده. طيب طريقة استعماله ازاي؟ هو كده جاهز، الاتنين اهم جاهزين. كل ما هتيجي تستعمليه هترجيه، اوعي تنسي كده، كل ما هتيجي تستعمليه هترجيه، لان انت ممكن تلاقي بعد كده هتلاقي الميه يعني كانها متفلتره كده، يعني ايه رايقه خالص، والشامبو تحت مترسب تحت. كل ما هتيجي تستعمليه هترجيه. شايفه برضو دي اهو. طيب. صاحبة القشرة الكتير هتعمل ايه؟ اللي عندها قشرة كتير يا جماعة هتستعملي مثلا مرتين او ثلاثة، ونرجع نقول شغلي مخك، شوفي طبيعتك، شوفي شعرك بيعمل ايه. بيطلع قشرة كتير ولا لا. انا مش ما عنديش قشرة كتيرة، فبستعمله ممكن بجد بجد ممكن مرتين، مرة قصدي كل اسبوعين، مرة كل اسبوعين، وده كفاية قوي على شعري. كفاية جدا. لان انا قشرتي مش كتيرة. انت قشرتك كتيرة. شوفي مثلا مرة في الاسبوع. قشرتك اكتر شوية ممكن مرتين في الاسبوع. خلاص. طيب هتقولي بينشف الشعر يا صفصف. هاقول لِك عندِك حق، بينشّف الشعر جدًا، جدًا، جدًا.
بس ايه الحل؟ عندك الف حل. عندك اعملي حمام كريم بعده، اعملي حمام، اعملي بلسم بعده. الدنيا بتختلف خالص يا جماعه. لكن هتوقفي اللي هو هتوقفي نفسك بقى وحياتك، اصل انا خايفه لا شعري ينشف. طب ما عادي، طب ما في حاجات كتيره بتنشف شعرنا. زعلانه بقى على دوت اللي هو اللي هيعالج لك كمان. انا جربت طبعا نيزابيكس، جربت نيزورال. تحس ان النتيجه بتاعتهم يا جماعه ايه، وقتيه. هو ما بيروحش القشره بصراحه معايا، ما بتروحش نهائيا، بالذات نيزابيكس يعني. ده كان عندي في الحمام على طول، حتى ما عدتش بجيبه والله. جربوا دي يا جماعه كده، وعايزه تحطي خل تفاح حطي، مش مشكله. وانتوا شفتوا النسب اهو زي ما قلت لكم. لقيتوا الشامبو قليل مثلا، انت بتحبي رغوه اكتر من كده، زودي الشامبو عادي مفيش مشكله. بس الخل ما تكتريش منه قوي، ما تكتريش منه، لان هو مش بكتره. لانه ممكن لو كتر اكتر من كده هينشف لك شعرك قوي، هيقطعه لك، هتزعلي يعني. واعملوه يا جماعه مثلا مرتين في الاسبوع، في يوم الشاور العميق اللي انت هتقفي مثلا تحت الدش كتير او في الحمام كتير، 10 دقائق او ربع ساعه مثلا. اغسلي شعرك بيه اول خطوه، وبعدين بعد كده اعملي حمام كريم بتاعك. على ما تخرجي هتلاقي شعرك ناعم زبده زي ما بيقولوا كده، وطري، ومش هيتقصف ولا يبقى مكسر وهايش والكلام ده. اهم حاجه بس اوعي تجيبي حمام الكريم على الفروه، لان هتجيبي نتيجه عكسيه خالص. هيقع والاخر تقول ايه ده الشامبو اللي وقع، الكلام ده لا لا طبعا. المعلومة التانية، ما تحطيش شامبو اللي هو فري، لا ما فيهوش مثلا سلفات او بارابين او الكلام ده، لا. محتاجين الشامبوهات الوحشة للأسف يعني، هنستعملها في الوصفة دي بس. فعشان كده بقولك ما تكتريش منها، مرة أو مرتين في الأسبوع بالكتير لو أنت عندك قشرة مرضية. وأنا بالنسبة لي بستعمله مرة كل أسبوعين خلاص. والله ممكن في الصيف يعني ممكن استعمله مرة في الشهر ولا حاجة، بالظبط كده. يا جماعة جربوا الوصفة دي بجد بجد بجد، هتفيدكم جدًا. اعملي في كمية صغيرة الأول، يعني في إزازة يعني إزازة صغيرة دي زي دي كده، جربي. بصوا يا جماعة لو خدتوا بالكم الشامبو اترسب على طول أهو، أهو في ثانية. فأنتِ لازم بعد كده كل ما هتخشي هترجيه لازم. جربوا في إزازة صغيرة، جربوا في كمية صغيرة، واعملوا اختبار الأول كده وجربوا. بجد يا جماعة والله العظيم هتستفيدوا الخل كمان او خل التفاح معقم لفروه الراس، وده الخل ده برضه معقم ومنقي يعني. انت ايه، جربي وما تكتريش من الحاجه يا جماعه، عشان ما نرجعش نقول ايه ده جاب نتيجه عكسيه. بس يعني اعتقد ان الفيديو ده مهم جدا جدا لبنات، بالذات في الشتاء كده، عشان احنا دخلنا في الشتاء خلاص. يلا يا حلوين، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.